السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم علي من جبنيان. سلسلة مواصلة الحديث عن إنتاج الكناري. سوف نتحدث اليوم إن شاء الله عن موضوع آخر وهم طيور الكناري. قام باستدعاء أحد الأشخاص من المربين المبتدئين في تربية الكناري، وقال لي أخي علي إن الأنثى لديه قامت ببناء العش لكنها لم تقوم بوضع البيض، ما الذي علي أن أفعله في هذه الحالة؟ بطبيعة الحال كما تشاهدون الآن في الصورة في الفيديو أمامكم القفص ليس جيد والقفص متسخ. قمت بالنصح أن يقوم بتنظيف القفص. ثم إخواني سوف نتطرق المشكلة التي تأخذنا إلى هذا الفيديو، وهو الأنثى قامت ببناء العش ولكنها لم تقوم بوضع البيض. هناك العديد من الأسباب التي تؤدي بنا إلى هذه الحالة، لكن أنا الآن هنا إن شاء الله سوف أعالج المشكلة الذي لدى أخينا. قال لي أخي علي ما الذي علي أن أفعله في هذه الحالة؟ قلت له أن يقوم بعزل الذكر لوحده والأنثى لوحدها، ثم يقوم بتزويد الأنثى بالفيتامينات والأطعمة اللازمة، وإن شاء الله 15 يوم، وإن شاء الله قم بإرجاع الذكر إلى الأنثى، وإن شاء الله بإذن الله سوف تبيض الأنثى. فقال لي أخي علي ما الذي أقدمه للأنثى خلال هذه الفترة؟ قلت له أن يزودها بالأطعمة والفيتامينات اللازمة من بيض وعظم الحبار والصدف المطحون وقليل من الفحم المطحون وقليل من الرمل والأمور التي تساعد الأنثى طبيعيا، وقليل من الجرجير أي أمر يساعد الأنثى تجهيز الأنثى طبيعي. وأيضا نصحته بشراء فيتامين اسمه كالسيلكس. هذا الفيتامين جيد جدا لتجهيز الطيور ويساعد على الإنتاج يساعد الطيور على الإنتاج خلال فترة الإنتاج بإذن الله. هذا الفيتامين كالسيلكس يستعمله العديد من المربين العرب، يستعمله العديد من المربين داخل البلدان العربية. بطبيعة الحال مش ناوي في إشهار لهذا المنتوج، لكنه جيد ويستعمله العديد من المربين. قمت بنصحه بأن يشتريه من محل بيع لوازم الطيور، وسوف يقدم له أيضا طريقة استعماله ويقدمه للأنثى، وبإذن الله بعد 10 أيام أو 15 يوم مع تقديم الفيتامينات والعناية اللازمة للأنثى إن شاء الله سوف تقوم الأنثى بالبيض ولن يجد أي إشكال. هذا إخواني شنو حبيت أقدم لكم في هذا الموضوع. مشكلة كانت لأحد الإخوان المربين، قمت بطرحها لكم ليستفيد كل شخص فيكم مرة بهذه المشكلة، أو شخص في المستقبل إذا قدر الله مر بهذه الإشكال. هذا إخواني شنو حبيت نقدم لكم في موضوعنا بالنسبة إلى اليوم. موضوع بسيط ولكن قد يهم القليل منكم، إن شاء الله تكون فيه الإفادة ولو بجزء بسيط. هذا أخوي شاهد تقدم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.